دكتور، ما نمتش طول الليل. ليه؟ صاحبتي كانت عماله تصرخ تصرخ تصرخ. الواد بتاعها يا ستي. ماشي هنعديها الواد بتاعها، بس كملي على الاكسلريشن صعب شويه. قولي يا عفريت. الواد بتاعها مش بيرد عليها وعامل لها بلوكات. عادي، ايه المشكله؟ عماله تصرخ ومنهاره، مش عارفه اعمل لها ايه وما نايبتنيش. هي محتاجه الاول انها تفهم هي بتصرخ بتاعت ليه. ده تعلق مرضي؟ هي درجه من درجات الانهيار، هي اتعودت على اهتمام مبالغ فيه، اتعودت ان هم يبقوا مع بعض فترات طويله، فبالتالي بمجرد ما هو يعمل البلوك او يقطع عنها، تقدري تقولي كده زي كده النفس بتاعها او الجرعه بتاعت الدوبامين اللي هي متعوده عليها، بمجرد ما سحب جرعه الدوبامين منها فبدات في حاله الانهيار. انا محتاجه، لان الدوبامين درجه من درجات اللي هو زي ما بيطلع بسرعه بينزل بسرعه. انت ما بتاخدوش بس عن طريق الاكل او الشرب او حتى الرياضه، في العلاقات الاجتماعيه والعاطفيه الرومانسيه الانسانيه، الارتباط المبالغ فيه، حب السيطره على شعور الاخر، تملكه. انا هنا بتحكم في مزاجك، انا هنا لو انا مش موجود انت هخليكي تتعذبي. فدي درجه من درجات التلاعب النفسي، ودرجه من درجات التملك والسيطره واضطراب. ما دام هي مش عارفه تبقى مبسوطه وكويسه وهي لوحدها مع نفسها، وعندها حاجات كتيره قوي تعرف تستمتع بيها واهداف كتير وغايات وقيم، وبتعرف تشغل وقتها وتنميه، بمجرد ما هي معلقه وكل تركيزها في حياتها على فرد او شخص موجود معاها، ده بيخليها تحت مرحله التعلق المرضي والعلاقه الغير صحيه. انا عندي حل، انا هعمل لها بلوك عشان انام. ده شيء ممتاز. يا دكتور باي.